النظام الفرنسي يستفز المغرب ويبدأ التضييق على المسؤولين المغاربة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل وفي التفاصيل. بينما تنفي باريس صبها الزيت على النار في العلاقة المغربية الفرنسية، يتأكد يوما بعد آخر أن الأزمة الدبلوماسية باقية وتتمدد. فضمن آخر مستجدات الأزمة، قامت السلطة الجمركية بمطار رواسي شارل دي غول الفرنسي بإخضاع الطائرة الخاصة التي يملكها وزير الصناعة المغربي السابق مولاي حفيظ العلمي لتفتيش دقيق يوم 2 من مارس الجاري، كما تم فحص جواز سفره لعدة مرات. ووفق ما نقله موقع لوديسك عن مصادره، فإن طائرة مولاي حفيظ العلمي خضعت لعملية مراقبة جمركية دقيقة بمدينة رواسي الفرنسية، رغم أن السرية جزء من الخدمة أثناء رحلة على متن طائرة خاصة، إذ لا يتم فحص الأمتعة إلا قليلا، كما أن موظفي الجمارك يكونون غائبين. وعادة تستهدف عمليات المراقبة بشكل دقيق الشخصيات المشبوهة التي تمتلك ثروات مشكوك في مصادرها، والقادمين من دول تعتبر فيها الجرائم الاقتصادية والرياضية المفضلة لدى النخب المفترسة. وتساءل مصدر لوديسك كيف يمكن تفسير ما وقع مع وزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي إن لم يكن هذا السلوك متعمدا من طرف السلطة الفرنسية، خصوصا بعد أزمة التأشيرات وما تليها من مضايقات تستهدف بشكل خاص صناع القرار المغاربة. وقامت السلطة الجمركية الفرنسية بمطار شارل دي غول بتثبيت طائرة فالكون 7 إكس فور وصولها يوم 2 مارس بغرض تفتيشها، والذي وصل إلى غاية قمرة القيادة، حيث تم إخضاع الجميع للمراقبة عدة مرات، بما فيهم جواز سفر مولاي حفيظ العلمي الذي اعتاد السفر إلى باريس مرارا. محامية أشرف حكيمي تكشف عن معلومات جديدة بخصوص القضية. نفت وبشكل رسمي فاني كولين محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي أن يكون القضاء الفرنسي قد قرر هذه العقوبة في حق اللاعب المغربي أشرف حكيمي. وقالت كولين في برنامج يبث على قناة العربية إن السيد أشرف حكيمي وضع تحت المراقبة القضائية، وبالتالي فإن العدالة أو القضاء تطلب من السيد حكيمي بأن يعلن عن مكان تواجده، لكنه حر تماما بالتحرك وبالذهاب إلى حيث يشاء. إن القضاء يراقب، هناك عدد من الإجراءات المفروضة على حكيمي. وأضافت: ليس هناك قرار من قاضي التحقيق بأن يغادر أو يبقى في فرنسا، هو حر بالتحرك بما لا يؤثر على حياته المهنية والرياضية. ووضعت النيابة العامة في نانتير حكيمي الذي خضع لتحقيق تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة، ومع ذلك فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية. وتتهم امرأة تبلغ من العمر 24 عاما حكيمي بالجريمة المزعومة يوم 25 فبراير في منزله في بولوني بيلانكور في الضاحية الغربية لباريس. واعتبرت لاحقا محامية اللاعب فاني كولان أن ما حصل محاولة ابتزاز.